يدعون أن الجن أضرم النار قرب الكنز الدفين هنا لإبعادهم. وهنا أفعى كبرى ضخمة تلتف حول قبر، قالوا إنه جن مرصود لحماية قبر فرعوني مدخم بالذهب. صائدو الكنوز. ولك شي كثير هنا بزاف، وكاين الخير تيمشي تيتهز باش معروفه حاضره القلات، تيدز القلات فيهم الذهب، تيتهز داك الشيء تيصبح بلاصتو. الحكم في استخراج الكنوز والدفائن من الأرض. لا بأس باستخراج الكنوز والدفائن من الأرض من الناحية الشرعية، ولكن ليس بطريقة فيها سحر ولا كهانة ولا دجل. وإذا أخرجت هذه الكنوز ففي الركاز الخمس، أي خمسها يخرج زكاة، والله أعلم. أما عن القوانين فلا أعلم شيئا عن القوانين التي تضبط ذلك في البلاد. ما حكم الكنز بالمغرب؟ وما المراحل اللي خاصك دير باش تجبد الكنز في المغرب؟ شنو خاصك تحتاج باش تجبد الكنز في المغرب؟ هل خاصك ديال الوقت باش تجبد الكنز في المغرب؟ واش دروا درياتو؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اسمحوا لي بزاف على الفيديو اللي فات، واخا ما جاش مشاهدات بغيت نلح لكم فيديو باش ما يطيحش التفاعل. اليوم غنتكلموا على استخراج الكنوز من المغرب. لكن انت اول مره كتشوف القناه باش تورك على الابوني حمراء تولي قريه وتفعيل الجرس باش يوصلك فيديوهات على شكل نوتيفيكاسيون. ولكن الفيديو كون زوين وبارطاجيو مع صحابك، ونبداو على بركه الله بعد الانترو. السلام عليكم، مرحبا في القناة جواد ستوريز، حكايات القصص ممتعة. تجبد الكنوز خصك تذبح عليهم ذبيحه، ولكن الا كانوا محروسين بالمالك ديال الجن تيطلب منك واحد الذبيحه اللي خطيره ديال بصح ديال الزوري. الانسان الزوري كيقلبوه تيبداو يدوروا يختطفوا الانسان او الاطفال الزوريين باش يمشيو يذبحوهم ويجبدوا بهم الكنز، حيت الملك الجن هو تيطلب منهم الزوري. ملك الجن الدم ديال الزوري كيتقوى منه، كيعطيه قوه بزاف باش يكثروا بزاف ديال الطفات صغار من الزوري. دوك المنغوليين تيخطفوهم، علاش تيخطفوهم نظركم؟ باش يمشيو يذبحوا ويجبدوا من اعظم الكنوز ديال بصح. المغرب كيقول القانون كيعاقبك بانك تجبد الكنز بدون رخصه ديال مراحل تقلب الكنز. يعني ديك اللعبه ديالك هكا خاص تكون عندك الرخصه بانك انت كتقلب اصلا على الكنوز الخفاف، ولكن الكنوز العظمى خاصك تقسم تولد مع السلطات والمخزن. يعني ضروري خاصك تقسم معاهم ولا تخبرهم تقول لهم كاين هاد البلاصه هادي، يلاه غنتوقفوا معاهم بما نجبدوا البركه ونقسموا ونشوفوا واش غنديروا لها. ولكن الا جبدتيها بلا خبرهم غتمشي للحبس وغيديو الكنز. ولكن الا كنتي عبقري ومحترف في استخراج الكنوز ما غيصوروا منك والو، غتهز البركه ديالك غتشد الطريق. يدعون أن الجن أضرم النار قرب الكنز الدفين هنا لإبعادهم. وهنا أفعى كبرى ضخمة تلتف حول قبر، قالوا إنه جن مرصود لحماية قبر فرعوني مدخم بالذهب. صائدو الكنوز. وحكايات لا تنتهي حول ما يصفونه بالرصد الذي يحول بينهم وبين الثراء. الحقيقة التي لا شك فيها أن أراضٍ كثيرة في البلاد العربية وغيرها فيها من الدفائن الكثير، أسوة بكل بقعة في هذه الأرض. كيف ما عارفين الأعظم ديال الناس اللي كيجبدوا الكنوز واللي تيجبدوا بالاحتراف والعظماء في الكنوز هما سواسة. تيجبدوا الكنز وتيديروا الطلاميس، راهم كيحفروا الدم كدوز من حداهم ما تعيقش بهم، ما يبانوش ليك. هذاك هو ما يسمى بالطلاميس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم فتح هذه الدفينة، إنها عبارة عن جرة وأساور تعود للحضارة الرومانية كما تشاهدون معي. الفيديو كامل ستجدونه في القناة بعد لحظات. تحياتي لجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد وجدنا هذه الجرة بعد فتحها. انظروا ماذا وجدنا هنا كما تشاهدون، إنه ذهب ما شاء الله. هذا الصندوق الصغير، هناك ذهب آخر بالداخل ما شاء الله.
وجدناه قرب هذه العلامة، علامة اكس ومثلث. هذا هو الفيديو الاخوان. الا ما كانش لك دير ودير ابوني وتفعيل الجرس وكومونتي زوين وبارطاج مع صحابك، ونخليكم على بركة الله. بيس.